السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني اوي اوي. نعد عليكم الايام بخير وهنا وسعادة وستر وراحة بال يا رب العالمين. بصوا النهارده انا جايبة 3 كيلو ليمون يا حبايبي، هعملهم ليمون معصفر عشان رمضان. انتوا عارفين بقى ان النهارده فاضل اسبوع بالظبط على رمضان. يا ترى هيلحق معانا يا ولاد؟ هيلحق ازاي بقى؟ هنديه نص سلقة، هنفتحه الاول 4 فتحات كده، وهنديه نص سلقة على النار ربع ساعة بالظبط، وتشيليه تصفيه من المية اللي هيتسلق فيها، وما ترميش المية وما تقوليش انها مررة، لا هي هتبقى زي الفل ان شاء الله. عشان هنكمل معانا، هكمل معاكم الفيديو بها يا ولاد. تعالوا الاول كده، الليمون اللي هتعمليه مع اصفر يستحسن يكون ليمون اصفر، ما ينفعش الليمون الاخضر في التصفيه. ماشي؟ هاتيه ليمون اصفر كده، والليمون اليومين دول جميل قوي وصفاره جميل. هو غالي شويه بس معلش بقى، كل حاجه غاليه، ربنا يعافينا ويعافيكم. بصوا بقى، هتجيب الليمونه من بوزها كده وهتعمليها 4 فتحات. بسم الله ما شاء الله، ما تنزليش بيها للاخر. اهي اهي. بصوا يا حبايب قلبي، اهي عشان دي هتطرى معاكي وانت بتسلقيها نص سلقه دي وتحشيها العصفر. وهاجي دلوقتي اقول لكم العصفر دي يعني ايه. تمام؟ هعمل كميه الليمون كلها اهي، وهمسكها على الحوض، اخلي الميه تغطي الليمون. تمام يا حبايبي؟ اهي اهي. كلها من البوز ده، مش من ده، لا من البوز ده اهو. تعملي كده زي زائد كده يا ولا اهي، وتيجي على الناحيه التانيه اهي. تمام؟ ولا تنزليش بيها لتحت. الميه ده هي اللي بتطلع، والزيتون الزيوت اللي بيطلع من ده اهو، كل ده هتحتاجيه اما تيجي تعملي المحلول بتاع الميه اللي هتحطيه في البطرمان. ماشي يا عيوني؟ اهي. الله اكبر اهي. تمام. هعمل كميه الليمون كلها واجي اغطي الحله بالميه واوريكم هسلقه ازاي. يلا يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اهو يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، فتحته كله اهو زي ما قلت لكم، من اليمه العريضه مش من اليمه الرفيعه، عشان تبقى مربعه وجميله كده اهو. بس ما توسعيش الفتحه لحد الاخر. وحطي بقى ميه، غطي الليمون بالميه وحطيها على البوتاجاز بس اهو. تمام؟ عشان كله يبقى طايل الميه اللي بتغلي السخنه، عشان ايه؟ تطريه. تمام يا حبايب قلبي؟ هحطه على البوتاجاز ربع ساعه بالظبط وشيليه. ربع ساعة من الغليان، مش من ساعة ما تحطيه، ساعة ما يغلي، عشان يديك النص سلقة دي يطرى ومرارته تروح. وبعدين تعالوا اما نحشيه العصفر مع بعض واوريكم. يلا حبايب قلبي. الله ما شاء الله، سلقت الليمون اهو يا حبايبي. الله اكبر. كده بقى هياخد معانا بالظبط الاسبوع اللي فاضل على رمضان، وهتلاقوه طري وطعمه جميل زي الزبدة. جبت معايا ب5 جنيه عصفر. العصفر ده بيجي من عند العطار يا عيوني. ماشي؟ ب5 ب3 ب4 زي ما انت عايزه، على حسب كميه الليمون اللي انت جايباه. انا جايبه 3 كيلو ليمون، ده ب5 جنيه عصفر. وب5 جنيه حبه البركه برضو من العطار. ومعايا يا اما شطه حاميه لو بتحبوا الحامي، يا اما تجيبي بابريكا عشان تعملي اللون بتاع المحلول، لان انا ما لقيتش فلفل احمر دلوقتي يا ولاد. ومعايا كوبايه ملح. كوبايه الملح دي معدل كيس من ابو 2 جنيه ملح. هحط بقى العصفر اهو. بصوا معايا بقى اهو، عشان اعمل الخليط كله على بعضه. تمام يا عيوني؟ اهو. وادي حبه البركه عليه اهو. تمام يا حبايب قلبي. وادي معلقه ملح كبيره هقلب. ده الحشو، معلقه واحده ملح اهي. ماشي؟ اهي. ده الحشو اللي هحشي بيه الليمون. هحشي الليمون كله بقى قدامكم اهو. ومعايا بطرمان جميل. الله اكبر. لو عندك ماشي، عندك مش عندك اشتريه برضو من اي محل. معقم وجميل، وغسلينه بميه سخنه وقافلينه عشان ايه؟ نعمل الحاجه دي اهو. تمام يا حبايبي؟ لما تيجي ترصي الليمون، اوعي يا ماما، لما تيجي ترصي الليمون يا حبيبتي رصيه كده واقف كده ببوزه، عشان خاطر ايه اهو. بصي، حبة البركة على العصفر على الملح. تمام اهو، عشان ما يبقاش حاجة اهو. امسكي بقى رصي البطرمان واحدة جنب واحدة كده لحد ما تخلصي الكمية كلها. تمام يا عيوني؟ عشان برضو ما اطولش عليكم اهو. معايا هرص البطرمان واجي اوريكم اهو يا حبايب قلبي. خلصنا 3 كيلو ليمون اهو، بس البطرمان طلع كبير قوي يا ولاد. شوفوا انتوا، الليمون لما اتسلق طري فخس، فالبطرمان طلع كبير. يستحسن لو انتوا هتعملوا كميه يعني كميه بسيطه تجيبوا بطرمانات صغيره، بس ان شاء الله برضو هيبقى زي الفل. هنغطيه بالمحلول لحد ما المحلول يغطي على وشه كده اهوت. المحلول اهو، ده اللي احنا كنا عاملين فيه حبه البركه والعصفر. المحلول بتاع الليمون يا اولاد ميه سليق الليمون. بسم الله ما شاء الله. ليه بقى؟ عشان هي خدت الفايده كلها
اللي في الليمون. تمام، لان انا كنت مفتحاه فنزل كل الزيوت اللي فيه. وديت الشطه زي ما قلت لكم، لو انتوا ما بتحبوش الحراق هاتوا بابريكا عشان اللون وخلاص. لو عندكم بسم الله ما شاء الله الله اكبر. استني يا ماما هاتي. وده الملح، دوبوه بقى مع بعض كله اهو. ماشي، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بسم الله. تمام يا حبايبي، هيبقى حراق ما شاء الله نار، لان انا حطيت كميه شطه عشان انا ما عنديش زي ما قلت لكم، ما عنديش هرسه شطه حاميه اهي يا حبايب قلبي. ما تقولوش بقى الميه هتمرره مش هتمرره، لا مش هتمرره، هيبقى زي الفل ان شاء الله، وهيبقى جميل جميل جميل. تمام، هحط نص كوبايه زيت اهي يا حبايب قلبي. تمام، واغطيه بقى بالظبط اسبوع بالظبط، وهناكل منه اسبوع مش اكتر من كده. بصوا اهو، بسم الله ما شاء الله. ليه؟ عشان لو دخله هوا هيعفن منك البوق، فانتي ما تدخليش له هوا خالص الا لما تيجي تفتحي عليه. تمام يا حبايب قلبي اهو. بسم الله ما شاء الله. من وقت للتاني اقلبي، يعني اقلبي البطرمان كده، هاتي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، بس احنا لسه عاملينه دلوقتي. ان شاء الله اما اجي افتحه هفتحه معاكم واوريكم طريان الليمون، وهيبقى زي الزبده. لو وصلتوا لكده من الفيديو ادعوا لتيتانونا دعوه حلوه في الشهر الكريم المفترج، وكل سنه وانتم طيبين، وتنعاد عليكم الايام بالف خير وهنا وسعاده وستر يا رب، كلكم بيوتكم تبقى مستوره وعمرنا بالخير. لايك وشير لتيتانونا، واعجابكم كومنت جميل. شكرا ليكم، مع الف سلامه، كل سنه وانتم طيبين.